لو لعبت يا زهر واتبدلت لحواه، اغنيه قلبت الدنيا وكانت معنى حقيقي لان الناس كلها نفسها الزهر يلعب معاها، او بطريقه تانيه محدش عاجبه حاله. اهلا بيكم في سيلفي تيوب. لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوار وركبت اول موجة في سكة الاموال. وبالمناسبة دي احب اهني اول واحد الزهر لعب معاه، مأمون ابو صدام لكوشنير. اكيد طبعا واضح مين اللي الزهر لعب معاه. اللي عايز اقوله انك قبل ما تستنى الزهر يلعب معاك وتتمسك بالموضوع الحظ قوي، احمد ربنا على اللي في ايدك، ده طبعا من غير ما توقف ساعي. واحنا هنروح بعيد ليه؟ افتكر عمرو واكد لما جه يبوس هند صبري وكلب الجزم. لكنه ما يئس وفضل لحد ما وصل لسكارليت جوهانسون. طب ما تيجي نشوف الناس نفسها الزهر يلعب معاها ازاي. هجيب عربيه بي ام ده، عامل زي ما احمد شيبه قال، خسيس او الانسان اللي هو مش كويس اكون كويس معاك طبعا. اللي ما وقفش معاك في الاول، اللي ما وقفش معاك في البني ادم ده موجود اصلا؟ طبعا موجود في عند كل الناس. البني ادم ده موجود اكيد طبعا. ما قعدتش في مصر، مش عايش في البلد دي. ايه اللي انت شفته في البلد دي؟ انت لحقت شفت ايه انت؟ انا لسه ما شفتش حاجه. امال ايه بقى اللي يخليك مش هتعيش في البلد دي؟ تعب. التعب، كل بلد فيها تعب. قول الحمد لله. الحمد لله. انت شايف اغنيه لو لعبت يا زهر وانتشارها كده ان كل الناس نفسها الزهر يلعب معاها؟ اكيد حد عاجبه حاجه. مثلا عايز تغير وظيفتك، احنا النهارده عندنا اوبشن فظيع، عندنا تغيير وظائف. ممكن حضرتك تشتغل غطاس مجاري. بص، انا مش عايزك تقول الحمد لله عشان انت في احسن شغلانه في الدنيا ولا حالك احسن حال، بس عايزك تقول الحمد لله على الاقل خالص، لانك مش شغال مثلا سباك في المجر، ولا شغال كهربائي في الصين، ولا شغال في مختبر ازاله عرق في المانيا. هتكون ايه يعني رساله الحلقه دي؟ هو انك تقول الحمد لله عشان حاجتين، عشان تقدر تعيش وعشان تقدر تحقق احلامك وربنا يساعدك. قول الحمد لله لانك لسه قادر تقول الحمد لله، وساعتها ان شاء الله ربنا يخلي الزهر يلعب معاك. ما تنسوش في نهايه الحلقه تعملوا لايك لصفحه البرنامج سيلفي تيوب بالعربي وبالانجليزي، وسبسكرايب للقناه اللي على اليوتيوب سيلفي تيوب، وشير للحلقه، واشوفكم الحلقه الجايه.